المفقودين هذا كلهم أولادنا، كلهم أولادنا أحفادي. 11 ما 7 إلى حد الآن ما لاقينهم 11. السلام عليكم. ليلة حزينة على سلطنة عمان، وأمطار غزيرة وسيول عنيفة في بعض مناطقها، وأسفرت عن غرق عدد من المواطنين وبالأخص الأطفال. الشرطة في السلطنة قالت المدرسة كان بمكان آمن، وأحد ولي الأمر الطالب أخذ معه 14 طالب وهو داخل في الوادي، وانجرف المركبة وصارت الحادث وتم العثور على الجميع إلا شخص واحد مفقود لحد الآن وجاري البحث عنه. والحصيلة لقوا 9 أشخاص للأسف فارقوا الحياة، و4 تم إنقاذهم، وهذا حسب ما أعلنت السلطات في السلطنة. خلينا نشوف جانب من مشاهد السيول العنيفة، واعطي لايك للفيديو حتى يصعد واشوفكم بفيديو جديد، ونقول بردا وسلاما على شعب العماني الطيب، ورحم الله اللي فارقوا الحياة، وشفاء العاجل للجرحى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي الأعزاء، المفقودين هذا كلهم أولادنا، كلهم أولادنا أحفادي. 11 ما 7 إلى حد الآن ما لاقينهم 11. ما لقينا من 14 إلا 3 بس، 3. والحمد لله على كل حال، وما قادرين نعمل أي حاجة أبدا أبدا أبدا، والأمر لله. نسأل الله لهم السلامة إن شاء الله وقبل إبلاغكم. ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. شوف نهر طوفان جارف، فيضان صد وادي ضيقة، شيء عجيب. 14/4/2024 أبو أحمد المياحي.